وعايزين ناخد رايك في الاسعار اللي في الشارع والازمات والكلام ده. انت ايه راي سيادتك؟ والله يا باشا الاسعار ارتاحت ومية مية وما فيش غلا. انا رحت جبت انبوبه يا باشا، ادوني انبوبه هديه فوق. قال لي انت مبروك كسبت انبوبه كبيره هديه. اقول لك مبروك كسبت انبوبه هديه. ايوه والله. رحت جبت عيش من الفرن، الرغيف بشل قد كده. قد ايه الرغيف؟ قد كده والله. والله رحت جبت خياره من شهرين قد كده، الان مراتها تخلص. مش عمالها فيها مراتها تخلص. الخياره بقى لها شهرين مش عايزه تخلص. والله مراتها تخلص على ايام السيد المشير السيسي. ربنا يخليه لنا يا رب. الراجل يعني تروح تاخد انبوبه هديه فوق. يبقى احنا في ايه تاني نعمله؟ وبالنسبه للشباب اللي عايز يتجوز، الشباب اللي متجوز يا سعاده الباشا نقول له اشتغل، واللي متجوز نقول له لا اشتغل وامنع البرشام. شريط البرشام يا باشا بقى ب 250 جنيه دلوقتي. انت اخر مره جبته بكام؟ انا ما باخدوش يا باشا. انا كبير برشام نفرشين او برشام ريفو. باخدها انا. كوبايه الشاي دلوقتي باخدها من القهوه بجنيه. دلوقتي بقيت بنص جنيه الشاي. طب انت ايه رايك في السيسي؟ احسن واحد. انا اول واحد يا ما في الانتخابات اديت صوتي لي. اول واحد مرشح السيسي انا. طب ورئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء الاستاذ ابراهيم محلب. جه الراجل عن السيره ووقف وقال لهم يا جماعه انتوا اخواتي، اللي مش عايز يوقف طابور انه اديله انبوبه الغيث. انت دلوقتي بتقول انت جبت الرغيف كان قد ايه؟ قد كده. ده بكام ده بقى؟ ده بشده. ده مش طالع معايا في الكادر الرغيف. والله قد كده. طب ممكن بص والله يا معالي الوزير. يا كذاب. يا معالي الوزير الرغيف ابو شلل اهو. والله بنص جنيه والله. دي بشلل. ده بنص جنيه. دي بشلل. دول فاسدين البلد. دول يا ابني دول هم مرسي. دول تبع مرسي. اهو يا باشا. اهو فينو بشلل جايبه من الفرن. هم البوتات التومين. عمل لنا تومين وبنجيب عيش. ازاز واللي بيزيد من العيش بنجيب بيه تومين. حرام يا نساب يا منافق. دي اخواني.